ريلمي سي 63 مميزاته وعيوبه وكل اللي محتاج تعرفه. اهلا بكم في حلقة جديدة من قناة موبايلي تك. النهاردة هنتكلم عن موبايل جديد من ريلمي وهو ريلمي سي 63. في الحلقة دي هنتكلم عن كل حاجة تخص الموبايل ده، من حيث الاداء والتصميم والكاميرات والبطارية كمان. متنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة علشان يوصل لكم كل جديد. خلونا نبدأ بتصميم موبايل ريلمي سي 63. بيجي بتصميم شيك جدا ومودرن، الظهر مصنوع من البلاستيك اللامع اللي بيديله شكل انيق، والجهاز متوفر بالوان مختلفة زي الاخضر والازرق. الجهاز وزنه 192 جرام وده بيخليه مناسب للاستخدام اليومي من غير ما تحس بتعب في ايدك. نيجي بقى للشاشة. ريلمي سي 63 بيجي بشاشة IPS LCD بدقة فول اتش دي بلس بكثافة بكسلات 260 بكسل مع حجم 6.74 بوصة. لا الشاشة هنا بتدعم معدل تحديث 90 هرتز، وده معناه انك هتحصل على تجربة تصفح سلسة وسريعة جدا. اما بالنسبة للأداء فالموبايل بيشتغل بمعالج يونيسوك T612 مع 6 جيجا رام وكمان 128 جيجا بايت مع امكانية اضافة كارت ميموري. الموبايل ده هيكون مناسب جدا للاستخدام اليومي العادي زي التصفح والسوشيال ميديا وكمان الألعاب الخفيفة. نيجي بقى للكاميرات، ودي النقطة مهمة بالنسبة لمعظم المستخدمين. الموبايل بيجي بكاميرا خلفية مزدوجة، الرئيسية بدقة 50 ميجا بكسل وفتحة عدسة f1.8، والكاميرا التانية عبارة عن كاميرا لينس AI للتصوير في الإضاءة الجيدة. الكاميرا هتديك صور واضحة وتفاصيل كويسة، أما في الإضاءة الضعيفة الأداء بيقل شوية بس ما زال مقبول. الكاميرا الأمامية بدقة 8 ميجا بكسل ودي بتديك صور سيلفي مقبولة للاستخدام اليومي. بالنسبة للفئة السعرية دي ريلمي سي 63 بيجي ببطارية 5000 ملي أمبير، بطارية ضخمة طبعا، وبتدعم شحن سريع بقوة 45 واط. الشحن ده سريع جدا في الفئة السعرية دي وكمان في الفئات السعرية الأعلى منه. البطارية دي هتكفيك يوم كامل من الاستخدام المتوسط، ولو كنت مستخدم تقيل ممكن تحتاج تشحنه مرة واحدة بس في اليوم، لكن الشاحن سريع جدا فهيغطي النقطة دي. دلوقتي خلونا نتكلم عن المميزات والعيوب. من المميزات اللي عجبتني في الموبايل ده هي الشاشة الكبيرة اللي بتديك تجربة مشاهدة مريحة، وكمان البطارية الكبيرة اللي بتدعمك طول اليوم، وكمان الشحن السريع اللي بقدرة 45 واط. أما بالنسبة للعيوب الأداء في الألعاب التقيلة مش هيكون الأفضل، والكاميرا في الإضاءة الضعيفة محتاجة تحسين، لكن بشكل عام في الموبايل في الفئة دي هو يعتبر من أفضل الموبايلات، بل أفضل الموبايلات على الإطلاق. بيقدم مميزات كويسة زي ما اللي قلناه. في النهاية ريلمي موبايل زي أي موبايل، مميزات وعيوب، فهو بيقدم مميزات كويسة جدا بالنسبة لسعره في الفئة الاقتصادية. ولو كنت بتدور على موبايل يكون فيه شاشة كبيرة، بطارية ضخمة، وأداء مستقر، ده هيكون أفضل اختيار ليك، مناسب ليك في الفئة دي. أما عن السعر هو 6100 جنيه للنسخة 628 جيجا. أما عن النسخة الكبيرة فهي 256 جيجا مع 8 جيجا رام بسعر 7000 جنيه، ودي ما انصحكش تشتريها لأن انت هتنتقل لفئة تانية، وانصحك بالموبايلات تانية. لو عايز نعمل مقارنة بين الموبايلات اللي في الفئة دي مع الموبايل دي وكمان موبايلات تانية اكتبوا لنا في التعليقات، وما تنسوش تعملوا لايك وفولو عشان نوصل 100 مشترك، ولو وصلنا 100 مشترك هعمل مفاجأة كبيرة. لو عندكم أي استفسارات سيبوها لي في الكومنتات وهرد عليها. شكرا ليكم وأشوفكم في الفيديو الجاي. سلام.